بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن النحل آية من آيات الله الباهرة الدالة على عظمته. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تكلمت في الحلقة السابقة عن أن الآيات الكونية لا تعد ولا تحصى، ولكننا إذا بقينا في المنهج، أي الآيات التي وردت في القرآن الكريم، نكون قد توخينا الموضوعات الأولى في موضوعات الآيات الكونية الدالة على عظمته تعالى. أول شيء يلفت النظر أن هذه الياء في قوله اتخذي ياء المؤنثة المخاطبة، وكأن الآية منصبة على الإناث حصرا دون الذكور. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني إن أردت التفكر فهذه آية مناسبة جدا للتفكر. إن النحلة هي الحشرة الوحيدة التي تستطيع تخزين رحيق الأزهار من أجل الغذاء، وهي فضلا عن بنائها لخلاياها وتصنيعها للشمع والعسل، فهي تقوم بعمل جليل وهو تلقيح الأزهار. يغيب عن معظم الناس أن هذه الحشرة لها فائدة كبيرة جدا في تلقيح النباتات، لكننا نتصور أنها من أجل صنع العسل. صنع العسل أحد وظائفها. ومن دون تدخل النحل فإن عددا كبيرا من النباتات لا يثمر. والنحل من الخلايا ذات النظام الاجتماعي الدقيق المحكم. النحل والنمل من أرقى الحشرات الاجتماعية، طبعا في خلقها إعجاز، وفي عملها إعجاز، وفي دقائق صنعها إعجاز، ولكننا قد نلتفت في هذا الموضوع إلى النظام الاجتماعي الذي تخضع له النحلات. طبعا هذا النظام الاجتماعي تعجز عن تقليده أرقى المجتمعات البشرية، لكن ذكرت في لقاء سابق أن هذا النظام الاجتماعي البالغ التعقيد ليس أمرا تكليفيا من الله كما هي حال البشر، بل هو أمر تكويني، يعني من صنع الله وحده. يعني الغريزة في الحيوان عمل معقد جدا، ولكن ليس كسبيا. نعم. إنه عمل وهبي كما يقولون، أي على فطرة. نعم. هذه الحشرة أو الحيوان. نعم. تزور النحلة ما يزيد عن 1000 زهرة لكي تحصل على قطرة من الرحيق. أستاذ عبد الحليم، من أجل توفير الوقت والجهد، حينما تقع النحلة على زهرة وتمتص رحيقها تترك علامة أن هذه الزهرة مص رحيقها، لتوفر على أخواتها وقتا وجهدا في مص رحيق زهرة قد امتص رحيقها. وتحتاج القطرة الواحدة من الرحيق إلى أن تحط النحلة على 1000 زهرة أو أكثر. ومن أجل أن تجمع النحلة 100 غرام من الرحيق تحتاج إلى 1,000,000 زهرة. ومن أجل أن تصنع نحلة واحدة كيلو عسل تحتاج إلى أن تطير 400,000 كيلومتر، يعني حول الأرض 10 مرات. لو أننا كلفنا نحلة واحدة أن تصنع كيلو عسل لاحتاجت إلى أن تطير 400,000 كيلومتر، أي ما يعادل 10 أضعاف محيط الأرض. قدرة عجيبة. نعم. وطبعا سبحان الله على هذه القدرة لجمع هذا الرحيق. نعم. من هذه. نعم. الأزهار، وتعليم كل زهرة بزهرتها كي لا تأتي نحلة أخرى. نعم. وتأخذ الرحيق. إن سرعة النحلة في طيرانها
تزيد عن 65 كيلومتر في الساعة في حالة طيرانها من دون حمولة. نعم، هذه السرعة تقترب من سرعة السيارة، فإذا كانت محملة بالرحيق تهبط سرعتها إلى 30 كيلومتر، يعني سرعتها محملة سرعتها فارغة. نعم. حمولة النحلة من رحيق الأزهار يعدل ثلث وزنها، يعني سيارة وزنها 1000 كيلو تحمل 300 كيلو تقريبا. حمولة النحلة من رحيق الأزهار يعادل ثلثي وزنها. ويحتاج الكيلو الواحد من العسل كما قلت قبل قليل إلى طيران ما يعادل 400 ألف كيلومتر تقريبا، أي يحتاج الكيلو الواحد من العسل إلى 10 دورات حول الأرض في خط الاستواء. طبعا إن بعض الدول المتقدمة في الصناعة تأخذ المواد الأولية من قارة وفي طريقها إلى المصانع تجري على هذه المواد عمليات كثيرة معقدة في الباخرة نفسها. قرأت مرة مقالة عن أن اليابان ليس عندهم مواد أولية إطلاقا، وهم من كبار مصدري الستانليس. صنعوا بواخر تذهب إلى أستراليا تأخذ المواد الأولية، وفي الطريق إلى الشرق الأوسط تصنع هذه المواد الأولية في الباخرة وتسلم مصنعة جاهزة. نعم. هذا تفعله النحل في طريقها الذي قد يصل إلى 10 كيلومترات من مكان رحيق الأزهار إلى خلاياها. في الطريق تجري عمليات كيماوية معقدة جدا، يعني تمهيدا تحويل الرحيق نعم إلى عسل. إلى عسل يتم في الطريق، كما تفعل بعض البواخر اليوم في صنع الستانلس في أثناء السير إلى مكان التسليم. إذا كان موسم الأزهار غزيرا فإنها تعطي حمولتها لنحلة أخرى وتعود سريعا لكسب الوقت وجني رحيق الأزهار. يعني في نحلات ضعيفة لا تكلف بالسفر إلى مكان بعيد، هذه تأخذ الحمولة من أختها في مدخل الخلية وتنطلق إلى داخل الخلية كي تضع الحمولة في المكان المناسب، وتعود النحلة إلى مكان رحيق الأزهار إذا في موسم كثير، موسم يعني جيد. ذكرت لنا فضيلة الدكتور أن النحلة ليس فقط تأتي بالرحيق من الأزهار، بل هناك مكانة اجتماعية للنحلات، وهناك أنها اجتماعية كالنمل. نعم. لها وظائف محددة غير جمع الرحيق. نعم سأتي على ذكرها إن شاء الله. أما الملكة فهي أكبر النحل حجما، هي تضع كل يوم في فصل الربيع تقريبا من 1000 إلى 2000 بيضة كل يوم. والذي يأخذ بالألباب أن هذه الملكة تضع الملكات في مكان والذكور في مكان والإناث في مكان، وكأنها تعلم مسبقا أنها ستلد ملكة أو ذكر أو أنثى، وهذا فوق طاقة البشر. نعم. طبعا تضع الملكات في مكان كي تتلقى غذاء خاصا مناسبا لها، والذكور في مكان أيضا للذكور غذاء خاص مناسب لها. الآن إن العاملات الإناث، إناث النحل، منهن ما يأتين بالطعام الخاص بالملكة، ويسمى هذا العمل بالوصيفات. يعني هناك نحلات وصيفات يقومن على خدمة الملكة وتأمين الغذاء المناسب للملكة. بالمناسبة يباع في الأسواق غذاء الملكة، هذا غالي جدا وهو أفضل ما عند النحل، يباع بأرقام فلكية للغرامات. بعض النحلات العاملات يجمعن غبار الطلع ليكون غذاء ملكيا لملكتهم. إذا ماتت الملكة اضطربت الخلية، ويلاحظ الإنسان هذا التبدل، وحمة الملكة لا تلدغ الإنسان بل تلدغ ملكة أخرى تنافسها على منصبها. لذلك كانت مهمة الذكور تلقيح الملكات، ومهمة الإناث العمل، والملكة مهمتها الولادة.
هنا تقسيم أدوار طبعا الإناث والذكور والملكة. نعم. هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. لقد شاءت حكمة الله جل جلاله أن يخلق مجتمعا قائما على أعلى مستويات التعاون والتكامل والاختصاص والعمل الدؤوب المنتج والتنظيم المعجز بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. لذلك لا يمكن أن تجد في مجتمع النحل خللا ولا فسادا، إنه كمال خلقي مطلق، لأن أمره هذا تكويني لا تكليفي. هذا ما نجده في مجتمع النحل. إنه مجتمع موحد متكامل، على رأسه ملكة واحدة لا تنازعها أخرى. تشعر كل نحلة في الخلية بوجود الملكة عن طريق مادة تفرزها الملكة وتنقلها العاملات إلى كل أفراد الخلية، فإذا ماتت الملكة اضطرب النظام في الخلية وعمت الفوضى وشلت الأعمال. طبعا تكون هناك ملكة أخرى مهيئة لكي تستلم زمام الأمور، لكن في وقت واحد لا تدير المملكة إلا ملكة واحدة. نعم. يعني في نائبة لها، أو كما يسمى ولي العهد. نعم. ولية عهد. نعم. إن إناث النحل تقوم بأعمال متنوعة كثيرة، توزع فيما بينها بحسب أعمارها واستعدادها الجسماني، وعند الضرورة وعند الخطر وفي المواسم الصعبة تعمل كل نحلة أي عمل يفرض عليها. في أيام الرخاء هناك اختصاصات، أما في أيام الشدة ينبغي أن تقوم كل نحلة بكل هذه الأعمال. الوصفات كما قلت يقومن على خدمة الملكة وجلب الطعام الملكي، وهناك حاضنات ومربيات يقومن برعاية الصغار وجلب الغذاء المناسب، وهناك عاملات يحضرن الماء إلى الخلية، وأخريات يقومن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء وترطيبها في وقت الجفاف، وغيرهن يقومن بتنظيف الخلية وجعل جدرانها ملساء ناعمة لامعة عن طريق مواد خاصة، وهناك حارسات يقومن بحراسة الخلية من الأعداء، ولا يسمحن لنحلة أن تدخل الخلية ما لم تذكر كلمة السر وإلا قتلت، وكلمة السر تبدل عند الضرورة. وهناك من النحلات من يقومن بصنع أقراص الشمع ذات الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات البينية بتصميم وأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين. يعني مثلا، هل يستطيع إنسان بالغ ذروة العقل والمهارة أن يبدأ بتبليط صالة كبيرة، إنسان من اليمين وإنسان من اليسار وإنسان من الشمال وإنسان من الجنوب، وأن يجتمع هؤلاء إن قرص الشمع تبدأ به النحلات من أطرافه وتصل إلى الوسط بأشكال سداسية لا تتغير عن بعضها ولا بعشر الميلي. هذا شيء فوق طاقة البشر، دقة عجيبة في التصميم والتنفيذ أيضا. وهناك رائدات يقومن بمهمة استكشاف مواقع الأزهار، فإذا عثرن عليها عدن إلى الخلية ورقصن رقصة خاصة تحدد هذه الرقصة لبقية النحلات العاملات الموقع من حيث المسافة والاتجاه وغزارة الإنتاج. إذا الوتيرة كانت سريعة جدا يعني إنتاج كثيف جدا. نعم. والجمهرة الكبيرة من العاملات تنطلق إلى مواقع الأزهار لجني رحيقها، لأنها المادة الأولية للعسل، وقد تبتعد هذه المواقع عن الخلية أكثر من 10 كيلومترات، وتعود النحل إلى الخلية بعد أخذ الرحيق بطريقة لا تزال مجهولة حتى الآن. والنحل أكفأ الحشرات في جمع ونقل وتخزين أكبر قدر ممكن من رحيق الأزهار في أقصر وقت ممكن وفي أقل مجهود ممكن، وهي أكفأ الحشرات في تلقيح النباتات كي تساعدها على إنتاج البذور والثمار. سبحان الله. بعد كل هذا الجهد وهذا التنظيم الدقيق وبعد أخذ الرحيق من الأزهار
والعملية التصنيعية التي ذكرتها وهي في الطريق تأتينا بهذا العسل المفيد جدا. نعم، فيه شفاء للناس. نعم. الآن أستاذ عبد الحليم، كان العسل يعد فيما مضى غذاء، هو الآن دواء. أكثر من 74 مادة علاجية في العسل. إذا قال خالق الكون فيه شفاء للناس، يعني أنا أعرف طبيب في دمشق جراح بعد أن ينتهي من عمله الجراحي يضع خيطا من العسل على الجرح. العسل يسرع في التئام الجروح. سبحان الله. يعني أنا أتمنى أن يكون هذا الموضوع واضحا عند كل أخ كريم، حتى يستبدل العسل بهذه الحلويات الصناعية. الآن في شرابات ليس فيها ذرة واحدة من مادة طبيعية، كلها مواد كيماوية. فكان عليه الصلاة والسلام يشرب شربة عسل، يعني يضع لعقة عسل في كأس ماء ويبقيه حتى الصباح، ثم يذوب العسل في الماء. هذه اسمها شربة العسل. المادة الحلوة المكثفة قد تؤذي المعدة. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يشرب شربة عسل. نعم. ثم إن قيمة العسل العلاجية أضعاف قيمته الغذائية، ففوائده العلاجية في مختلف الأجهزة والأعضاء والنسج ثابتة، بل تفوق الحد المعقول، كيف لا، وقد قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بالمناسبة لا بد من ذكر هذه الحقيقة المؤلمة. أنت قد تشتري عسل، لكن هذا العسل أخذ من السكر فقط. يعني بعض ضعاف النفوس يضعون القطر إلى جانب خلايا النحل فتمتص هذا القطر فيكون عسلا، ولكن هذا العسل ليس له كبير فائدة. العسل الذي ينفع الإنسان ما أخذ من رحيق الأزهار بالذات. طبعا هذا الموضوع طويل جدا، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث عن تركيب العسل وعن فوائده العلاجية إن شاء الله تعالى. إذن فضيلة الدكتور، ذكرت النحلة في آيات كريمات، فقد قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم.